السلام عليكم. فيديو النهارده يا جماعه مهم جدا عشان خاطر الناس اللي بيحصل معاها المشاكل دي وما تاخدش بالها منها. دلوقتي الشاشه عندي فاصله خالص وبتقطع وبتشتغل زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديو اللي فات. فعندنا احنا المشكله دلوقتي احنا عارفينها فين، بس انا هقولها لكم عشان خاطر تبقوا شايفينها. الشاشه بتشتغل زي كده وبتجيب خطوط في النواحي زي ما انتم شايفين كده دلوقتي. بصوا، في خطوط جايه بتروح وتيجي وبعد كده بتبقى يمين وشمال وبعد كده بتروح فاصله خالص. دي يا جماعه وصلت الاتش دي ام اي اللي احنا قلنا عليها قبل كده، اللي هي دي. ما تقلقش، ما توديش الشاشه لحد ولا تروح لاي مكان. هتغير دي اهي ان شاء الرحمن، هي فيها المشكله كلها اهي يا جماعه. شوفوها دلوقتي قدامنا وهشوف الخطوط اللي كانت جايه ايه المشكله فيها. ان في ناس بتودي الشاشه وتروح للناس والناس بتضحك عليها، فاحنا مش عايزين. هدفنا احنا قلنا قبل كده ان محدش يضحك علينا في حاجه. هشوفوا كده هتلاقي مفيش اي خطوط دلوقتي في الشاشه خالص زي ما انتم شايفين. ادي الشاشه بقت سليمه زي الفل، مفيش اي مشكله. القصه كلها في دي، ان هي دي ورا كل المشاكل يا جماعه. ما تقوليش يا سليم الوقت قدامك قبل كده انا كنت عامل فيديو. ادي الشاشه قدامكم قبل وبعد. لو قربنا شويه شويه كده كمان شويه نقرب سنه مش هنلاقي اي خطوط في الشاشه خالص. يبقى المشكله عندي فيها دلوقتي الاتش دي ام اي. في حاجه ثانيه عايز اقولها لكم مهمه جدا، الريموت البلوتوث يا جماعه. الريموت البلوتوث ده الناس كتير بتشتكي منه وتقول لك ان الريسيفر بيبقى قاعد وتلاقيه بيقلب لوحده. بيقلب لوحده ازاي؟ في ريموت زي كده في الشقه اللي فيك او البيت اللي جنبيك، هو كده كده الريموت البلوتوث كله بيقلب لوحده. طب انا هعمل ايه عشان خاطر اخلي ده يقلب على الجهاز عندي بس وما فيش مشكله فيه؟ تعالوا اوريكم، قرب معايا شويه. هشيل الجهاز من الكهرباء خالص واجي على ريموت فيه زرار احمر اسمه اوديو. هدوس عليه كده وافضل دايس واشغل الريموت الريسيفر. هدوس دايس كده زي ما هو واشغله. مش هشيل ايدي من على الزرار غير لما الجهاز يفتح معايا. هفضل معاه لحد ما يفتح الجهاز معايا، مفيش اي مشكله. بعد ما يفتح الجهاز معايا خلاص كده انا كده خليت الريموت بقى متعرف على الجهاز قدامي، مفيش اي مشكله فيه. يبقى احنا كده النهارده قلنا معلومتين، معلومه الريموت ومعلومه الاتش دي ام اي اللي فيها مشكله. لو عجبك الفيديو سمعني الصلاه على النبي.